أتمنى أن تكون بخير. ككل شهر سأقدم لك أفضل 5 أفلام نزلت على نتفليكس هذا الشهر، لذا ابقى معي. في 4 من يناير ستجد فيلم How I Became a Gangster. تدور أحداث هذا العمل في بولندا، ويركز على زعيم مافيا مجهول يروي قصته كيف ارتقى من كونه مجرد سائق سيارة أجرة إلى النخبة الإجرامية في العالم السفلي، ويركز السرد على الأحداث التي أدت إلى قراره إلى أن يصبح رجل عصابات، وكيف صنعت منه شوارع بولندا مقاتلا شرسا. فيلم How I Became a Gangster هو بالتأكيد يستحق المشاهدة، وخاصة لمحبي هذا النوع من الأفلام. Trzeba przestrzegać paru zasad. Nie szukamy rozgłosu, nie tykamy dzieci i kobiet. I cały świat należy do nas. في 6 من يناير ستجد فيلم ستيلينج رايدن سالا. قصته تدور حول 6 طلاب عاديين يتمتعون بمهارات خاصة، ويضطرون إلى تنفيذ خطة لسرقة لوحة أصلية شهيرة تدعى رايدن سالا، وذلك بناء على طلب شخص ثري ومهم وقوي في عالم الإجرام من أجل مكافأة مربحة. لكن حدث ما لم يكن في الحسبان ليجد الشباب ال6 أنفسهم هاربين من العدالة ومصممون على الانتقام ممن أوقع بهم وتبرئة أنفسهم. ستيلينج رايدن سالا فيلم أندونيسي، ولكنه رائع جدا ويقاوم أفلام هوليوود التي أصبحت مملة بعض الشيء. في نفس اليوم ستجد فيلم The Pale Blue Eye. أحداثه تدور عام 1830 حول الشاب إدغار الذي كان طالبا في الأكاديمية العسكرية الأمريكية، ويوما ما عثر على فريق له يدعى فري ميتا. في البداية يبدو وكأنه انتحر، وتم تكليف شرطي متقاعد من نيويورك يدعى أوغوستوس لاندر بالتحقيق في الجريمة، ويساعده أيضا الشاب إدغار في هذا التحقيق الصعب. لكن رئيس الأكاديمية العسكرية يريد القيام بذلك بسرعة والتكتم وتجنب المزيد من الأضرار التي لحقت بسمعة المدرسة، ولكن تحدث جريمة قتل أخرى لطالب عسكري. والفيلم بطولة النجم كريستيان بيل. في 20 من يناير ستجد فيلم الخيال العلمي الكوري جونك إي، التي تدور أحداثه ما بعد نهاية العالم، وتحديدا عام 2194. يصور لنا الفيلم أرضا قاحلة في القرن 22 ولم تعد صالحة للسكن بسبب تغيير المناخ، حيث يجبر البشر على العيش في مأوى من صنع الإنسان وهو مبنى للبقاء على قيد الحياة. ووسط كل هذه الفوضى تندلع حرب داخلية في الملجأ. أنا شخصيا أعشق السينما الكورية، وإن كنت مثلي وتحب أيضا أفلام الخيال العلمي فستستمتع بهذا العمل. في 27 من يناير ستجد الفيلم الرومانسي والكوميدي You People. ستتابع فيه قصة إزرا وأميرة. لقاءهما الأول كان عصريا ولطيفا، حيث ركب إزرا كوهين بالصدفة سيارة أميرة محمد ذات يوم ظانا أنها سائقة أوبر بالخطأ، وبتبادل أطراف الحديث طلب إزرا من أميرة موعدا ليتعرفا على بعضهما البعض، وسرعان ما ترابط الاثنان على حب مشترك للموسيقى والأحذية الرياضية وغير ذلك. ومن الواضح أن كل منهما وجد أخيرا ذلك الشخص المميز الذي يبحث عنه، وحان الوقت الآن للتفكير في دمج عائلتهما. لكن والد إزرا يهوديين أبيض البشرة، وأبوي أميرة مسلمان من السود الأمريكيين. يلعب بطولة هذا الفيلم كل من النجم إدي ميرفي، جونا هيل، لورين لندن، وديفيد ديكوفني. Are you kidding me? Did we ever figure out what happened with the potatoes? Are you kidding me? ETA on those? What's the difference between me and you? Hey, what's up with White Cuz? Am I White Cuz? Well, I'm not. I'm White Cuz for sure. هنا تنتهي القائمة، وأتمنى أن تجد ما تشاهده. أود منك أن تقترح لي أفضل قائمة بالنسبة لك تود مشاهدتها في القناة، وسأعمل على نشرها إن شاء الله. وإن كنت ممن وصل إلى هذه المرحلة من الفيديو فشكرا لك على هذا الدعم الكبير. ولكي أشكرك بنفسي اكتب كلمة تم أسفل الفيديو. شكرا لك على المتابعة، ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.